هي كوباية مكرونة، اي نوع مكرونة عندنا. هنعمل اكلة جميلة وسريعة في 10 دقايق. بديل الاندومي احسن من الاندومي، وانضف وافيد بكتير كمان. حاجة كده جميلة وبجد يعني سريعة جدا 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 وموفرة. معايا كوباية مكرونة، اي نوع عندكم تقدروا تشتغلوا بيه مش مشكلة. معايا بصلاية متوسطة مفرومة ناعم، حباية طماطم كمان متقطعة قطع صغيرة خالص، واحدة فلفل رومي وواحدة فلفل حراق متقطعين بنفس الشكل ده، معلقة صلصة ومعلقتين زيت، ومعايا مكعب مرقة دجاج واحد. مش هنحط الملح غير لما ندوق، عشان خاطر مكعب مرقة الدجاج بتكون حادقة شوية، بتكون مملحة. فاحنا ايه، نحط كده التوابل بتاعتنا الاول. ربع معلقة فلفل اسمر، ربع معلقة كاري، ربع معلقة كركم. اي نوع توابل احنا عندنا عايزين نحطها مش مشكلة خالص. ايه كمان معايا، ربع معلقة صغير، يعني معلقة على سنة المعلقة كده. إيه، كمون على كزبرة، مش كتير عشان الطعم مبقاش باين معايا. معايا كمان فص توم واحد، والملح حسب الرغبة. ادوق الاول وبعد كده ابدا ان انا احط الملح في الاخر خالص. معايا كوبايه ميه، انا معايا كوبايتين ميه للكميه كلها. هحط كوبايه وارجع احط الكوبايه التانية بالتدريج. في 10 دقايق هتكونوا عاملينها. عايزين تزودوا كده الصوص بتاعها، يكون ليها كده زي شوربة، بتكون جميلة جدا. زودوا المية شوية. موضوع المية ده في ايديكوا. جميلة 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 بصراحة، وطريقتها حلوة. طريقة السوا زي ما انتوا شايفين، مفيش اسهل من كده. هنحط المية ونحط المكونات اللي عندنا. هي طعمها حلو جدا بالمكرونة الصغيرة خالص دي، اللي هي المكرونة التحمير. طعمها حلو جدا كمان، بتستوي بسرعة ومش بتاخد وقت معايا. حاجة كده احسن من الاندومي بجد، جميلة. وباذن الله هتعجبكم جدا جدا. حطيت تاني كوباية مية، وهقلبها بقى كده وهغطيها، وكمان هظبط الملح بتاعها هنا. وهغطيها مفيش يعني تقريبا كده 5 دقايق. وهرفع الغطا هلاقيها استوت وبقت جميلة معايا. خلوها على نار متوسطة، بلاش تكون النار تكون عالية. هظبط الملح اهم حاجة، مش عايزين ننسى، لان احنا مش هنحطه الاول. التوابل اللي عندكم حطوها، مش هنقف على اي حاجة، مش هنقف. مفيش صلصة مش مشكلة، مش مشكلة اي حاجة، صلصة بيتي، اي نوع صلصة. مفيش، ممكن نزود الطماطم شوية عادي، مش مشكلة. ممكن نحط بديل الصلصة لو مش موجودة حبة طماطم مفرومة على حبة طماطم متقطعة مكعبات بالطريقة دي. وعايزين بقى تحطوا شطة حطوا، بس انا عشان خاطر حاطة فلفل حراق ما حبيتش احط شطة. طريقة جميلة جدا وسريعة. شايفين جمالها بجد، طعمها حلو جدا جدا، جربوها. اي حد يقدر يعملها، بيعرف يطبخ مش بيعرف يطبخ، هتطلع جميلة معاه، لانها حلوة بجد. معلقتين زيت بس، مش تقيلة، خفيفة جدا جدا. ممكن يا جماعة نحط لها زيتون كامل، لو عندنا زيتون مخلي هنحط لها، هتكون طعمها حلو جدا. بس ما نحطش كتير. طعمها حلو جدا. ومش عايزين كده نحط لايك وشير للقناة واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس تدفى كده على طول، ما تسيبوهاش تبرد. وعلى طول تاكلوها، لان كل ما هتبرد عشان تبقوا فاهمين، هي بتتاكل كده طازه على طول. كل ما هتبرد كل ما هتمسك في بعضها، او كل ما ايه، الصوص بتاعها هينشف. فانتوا خلوا الصوص اللي فيها زياده شويه وكلوها، هتكون جميله جدا. حتى لو بردت والصوص هيكون زياده، وهتكون جميله جدا. جربوها وباذن الله باذن الله مش هتندموا، لانها حلوه ولذيذه وسريعه واقتصاديه جدا جدا. يلا كده حطولي لايك للفيديو واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.